بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين ريتاج. اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معنا كيفية تحضير طبق تقليدي واللي هو المحكوك بطبيعة الحال من تحضير أمي. نجوزو بإذن الله نشوفوا كيفية تحضير المرق هو الأول، ومن بعد إن شاء الله نتبعوا المراحل كيف نجوزو المقادير. هنا عندها حبة طماطيش كبيرة تكون طيبة ومرحية. بالنسبه للتوابل عندها مغرف كبيره تاع راس الحانوت، مغرف كبيره تاع كزبر، شويه فلفل كحل، ومغرف تاع العكري. هنا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. هنا عندها الملح. هنا 4 حبات بصل يكونوا كبار مقطعين مكعبات صغار، ما ترحيش وما تقطعيش طويل كيف نقولوا جوانح، لا قطعيه مكعبات صغار. هنا عندها الحر، نعطيكم برك فكرة صغيرة على الحر كيفاش الوالدة تاعي تخبيه باش نهار اللي تسحقوه تجبدوه تلقاه واجد. قالت لكم هنا الحر ارحوه، من بعد حمسيه في المقله مع شويه زيت، سا ديبون لا كونتيتي اللي حت تخدمي بها. هي تستعمل رحات الحار، حمساتو مع الزيت ومن بعد تنحيه، ماشي تحمسي حتى يطيب كومبليتمون، لا كيما نقولوا حتى يدبل شويه. من بعد واش دير؟ تخبيه في هاد الكؤوس بلاستيكيه صغيره جوتابل، وتحطيه في الفريغو. نهار اللي تسحقيه تلقايه واجد تستعمليه ويقعد هو يقعد حار، وانكور بلوس راح تكون فيه بنه مليحه. نجوزو باذن الله نشوفوا كيفيه التحضير. هنا راح نحضروا المرق كيف اول حاجه راح دير البصل، رايحه تقليه مليح في الزيت. كي يتقلى مليح راح تضيف له حبه الطماطم هذيك اللي كنا رحيناها، ومن بعد دير له توابل الملح بطبيعه الحال والحار، تخليهم يتقلاو مليح. ومن بعد تمرق طماطم مصبره ديرها في اخر لحظه كي يكون المرق قريب راح يوجد. كما راكم تشوفوا اول حاجه دارت البصل، راح تخليه يتقلى مليح ومن بعد تشوفوا المراحل كي معانا. هنايا بعد ما دبلت مليح لهذاك البصل راهي رايحه تضيف له حبه الطماطم هذيك اللي قلت لكم تكون طيبه ومرحيه. دوكا راهي رايحه تزيد توابل. ودير هذاك الحر وتخليها تتقلى مليح، من بعد ان شاء الله راهي رايحه تمرقها. هنايا بعد ما قلات بيان هذاك البصل طوماطيش توابل، راهي رايحه دوكا تمرق بما سخون وتخليه يطيب. هنايا راهي مرقتها، دوكا راهي رايحه تخليها طيب. ونجوزو نشوفوا المرحله الثانيه كيفاه. قالت لكم برك خلوها طيب. كي طيب قريب كيما نقولوا راهي خلاص دخلها طياب، تشوفوها بلي تقالت لتما اللي تضيفوا لها طماطم مصبره. نجوزو باذن الله نشوفوا الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه واللي هي رانا رايحين نشوفوا كيفيه تحضير الكسره او اللي كاين نقولها الفطير. الوالده هنا استعملت 2 كيلات تاع سميد رطب كيما العاده، سميد ماما. هنا استعملت الزيت ماشي بزاف، قالتلكم شويه برك، ما لازمش تجي مبسه بزاف. استعملت هاد الغرفيه كيلت بها طبيعه الحال الملح، وراح نطمها باذن الله بالماء. هاي لك كميه الزيت، ما راهيش كميه كبيره. هنا راهي طمتها، قالت لكم تدلكيها شويه برك عادي كيما الكسره، ومن بعد ان شاء الله نطيبوها وتشوفوا الطريقه كيفاش راهي رايحه تخدمها.
هنا راهي فتحتها كيما راكم تشوفوا، كيما الكسرة عادي. دوكا راهي رايحه طيبها فوق الطاجين تاع الطين. من بعد ان شاء الله تشوفوا كيفاش راهي رايحه تخدمها باذن الله. هنا هاي لك اخوات، بعد ما طيبت هذيك الكسره قلت لكم طيبوها عادي، راهي توري لكم دوكا الطريقه كيفاش تفتوها، على خاطر الكسره هذيك لازم تتفتت. هاي لك بهذه الطريقه كيما راكم تشاهدوا. وري لهم ماما كيفاش النتيجه تاع. هاي لك بهذه الطريقه. احنا دوكا ان شاء الله تكون وصلت لكم المعلومه. احنا دوكا راح نكملوها، نزيدوا الخبزه الثانيه نطيبوها، نزيدوا نفتوها، وبعد نتلاقاو في المرحله الثالثه باذن الله. هاي لك هنا بعد ما المرقه كيما قلت لكم تخلوها طيب مليح والمرقه تكون قريبه راح تنشف، البصل هذاك يكون دخلوا الطياب. دوكا راح تزيد لها طماطم مصبره. هنا الطماطم المصبره كانت فتحتها في شويه ما، شويه ما سخون، واللي ما حبش دير ما سخون تفتحها ما سخون، تدي شويه من المرق وتفتحها فيه بهذه الطريقه. ودوكا راح تزيد لها شويه توابل، واللي هما تضيفهم دائما هي ماما على الاخر. راح دير لها الكزبر وراس الحانوت بهذه الطريقه، وراح تخليها زيت تجمر هذيك الطوماط باش ما تطلقش القراصيات تاعها وكل حاجه. من بعد ان شاء الله تشوفوها كيفاش حتقدمها لكم في طبق التقديم باذن الله. هنا اخوات راهي المرقه تلبات كيما راكم تشوفوا، توري لكم ماما تجيب هذه الطريقه. دوكا راح توري لكم كيفيه التقديم في الطبق. هاي لك هنا راهي دارت شويه برك، ديري قبل شويه كسره، ومن بعد تسقيها مليح من الفوق بهذه الطريقه هكايا. دوك راح تزيد دير من الفوق الفطير، وزيد تكمل تسقيها عادي بالمرق. بهذه الطريقه راهي كملت دارت المرق من الفوق. دوكا بالمغرف شغل تسويها برك وتواسي هكا باش المرق كامل يدخل في الكسره باش تتشرب. المرحله الاخيره اللي تحب ديرلها زيت الزيتون طبيعي من الفوق، ولا اللي تحب ديرلها سمن حر، كل وحده يرجع لها الاختيار على حسب الذوق. هكا هاي لك دارت لها شويه زيت الزيتون من الفوق، شويه برك ماشي حاجه. ودوكا راح تزينها بالحار وتتقدم بهذه الطريقه. طبق نهار اليوم راهو جاهز، واللي هو المحكوك، طبق تقليدي اللي كان من تقديم الوالدة، ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظ جميع الأمهات المسلمين. ادعوا لها فقط بدعوة الخير. هي قدمت لكم وصفة تقليدية، راح تشوفوا كيفاش النتيجة. صدقوني ذوق ما شاء الله بنين بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ما تنسوناش ابوني للقناة بليس ان جام، وابقوا على خير.